تعالوا نشوف فطار اخر يوم في الاجازة. لازم نصرف ونكلف يا جماعة. باذنجان وفلفل وبيض وجبنة وخيار وقوطة و... وفول وايه تاني وبطاطس وطعمية. شكرا قوي كده. تمام يا رودي. هنعمل ايه؟ هنجيب بتنجان اللي كان عندنا في التلاجة، بتنجان ابيض. على فكرة بتنجان الابيض في القلية تحفة، احلى من الاسود بكتير. فاحنا هنا جبنا بتنجان ابيض وجبنا فلفل، جبنا فول. كيس الفول ده ب5 جنيه يا جماعة، كان ما شاء الله حلو. هنحمر بطاطس. هنصرف ونكلف بقى، ما هو اخر يوم اجازة خلاص، المدارس هتبدأ. سلقنا بيض. كلفنا بقى ايه بدل الفطار التقليدي بقى اللي هو بتاع فول وطعمية، يلا وقرطاس الطعمية يتحط والفول والكلام الفاضي ده، لا خلاص احنا هنكلف بقى النهاردة فطار حلو كده. قلنا بقى نقلي بتنجان بقى وندلعهم بقى، نحمر لهم بطاطس. شايفين بتنجان ما شاء الله تحفة، يعني بيتكلم عن نفسه يا جماعة، بجد احلى من الاسود والله، جربوا كده. هنقلب بقى كده البتنجان والفلفل كده بالدقة الحلوة بتاعتنا دي، فلفل وتوم وليمون وملح. وبعد كده هنقلهم بقى في الطبق بتاع التقديم ده عشان كنتوا بس، لكن احنا هناكل في الطبق الستانلس بس. يلا عشان تعرفوا بس ان انا بوجب معاكم. شايفين بقى ما شاء الله تحفة، بس كان بقى سخن مولع وما كنتش عارفة امسك البتنجان اصلا. رحت بقى حطيته في الطبق ودلقت عليه الايه، التتبيلة بتاعته. كان البيض بقى اتسلق، قشرت البيض. هنعمل بقى الفول كمان، فول ببيض. يلا يلا. الحمد لله، عشان بس يعرفوا ان احنا ايه عملنا معاهم الواجب وتمام يعني وزيادة. صرفنا وكلفنا ودلعناهم عشان يفتكروا بس ايه الذكريات الجميلة دي قبل ما يروحوا المدارس. طبعا بيصحوا الصبح بيروحوا المدرسة، يعني بيفطروا بالعافية وبيطلعوا يجروا، يا اما ساعات ما بيفطروش والله. فانا قلت اوجب معاهم بقى واخليهم يودعوا الاجازة بالحاجات الحلوة اللي فيها. فقلت ايه، نكلف فول بقى بالبيض وبيض مسلوق، والدنيا حلوة كده ما شاء الله اللهم بارك يعني. ايه رايكم بقى في الفطار بتاع اخر يوم اجازة؟ اظن مفيش فطار احلى من ده. شايفين بقى ما شاء الله الفول اتعمل، الفول كان حلو جدا بجد. هنحط بقى عليه الملح. انا ما حطيتش فلفل اسود على فكرة على البيض يا جماعة، انا نسيت باين ولا ايه مش عارفة. مفيش حد فيكم يفكرني طيب؟ هننزل برضو بالبيض في طبق التقديم. شايفين ما شاء الله لونه بجد حلو جدا. كمان بقى ايه، طبعا الفطار ما يكملش من غير طبق السلطة الجميل ده. هنخرج بقى والطماطم والخيار طرنشات كده زي ما انتم ما شايفين. بحس ان القوطة والخيار لما بيتخرطوا كده طرنشات بيبقوا اخف من السلطة اللي هي على بعضها بالمعلقة دي. مش عارفة في ناس كتير زي كده ولا لا، بحس ان كده احلى يعني. هنحط لها برضو الملح بتاعها وكده يبقى تمام قوي. هنا بقى كده الفطار اهو. شايفين بقى ما شاء الله اللهم بارك، الفول والطعمية طبعا الطعمية ده كان قرطاس طعمية يا جماعة، بس هو على ما اتحط على ما انا ما عملت الفطار كان ما شاء الله اتاكل حاف يعني. بالهنا والشفا على قلوب. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة. مع السلامة.